طيب خلال الفيديو النهارده هنتكلم على التسريبات او التحديثات الاخيره اللي هي بتخص فيلم سبايدر مان 4 بتاع توم هولاند. طبعا الفيديو ده يعتبر هو مكمل لكل التسريبات او كل التحديثات اللي احنا اتكلمنا عليها الفتره اللي فاتت، فعشان كده هتلاقي الكلام نوعا ما ان هو مترابط حتى كمان في اللي هقوله النهارده. فضروري ايوه ان انت تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان تبقى عارف ايه الجديد اللي عمال بيتقال اول باول. والمهم بلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. في البدايه كده محتاجين ان احنا نتكلم على التسريب ده يعتبر تسريب موثوق. التسريب ده اكد ان احنا عندنا فيلم سبايدر مان 4 هيبدأ تصويره في خلال شهر اغسطس 2025، وده بدل ما كان هيتصور في بداية السنة زي ما سبق وقلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. وعلى حسب اللي واضح هنا ان هو السبب اللي خلى الفيلم ان هو يتأجل التصوير بتاعه هو نفس السبب اللي اتكلمنا عليه في خلال برضو الفيديوهات اللي فاتت برضو، انه السبب ده ليه علاقة بالافلام اللي توم هولاند وزندية الاتنين هيصوروهم السنة الجاية. لان في حالة ان انت مش عارف فاحنا عندنا توم هولاند وزندية بجانب ان هما اللي المفروض هيصوروا مع بعض فيلم سبايدر مان 4 هيصوروا مع بعض برضو الفيلم الخاص بتاع كريستوفر نولان، فالاتنين موجودين في خلال نفس الفيلمين اللي هيتصوروا السنة الجاية. ولكن توم هولاند هيبقى عنده فيلم تالت واللي هو فيلم افنجرز دومسداي كمان. ولكن بالنسبة للشيء الغريب اللي لحد دلوقتي انا شخصيا مش مستوعبه ان هما من ناحية بيقولوا ان هو دكتور دوم هيبقى الفيلن الاساسي بتاع الفيلم، وده شيء منطقي وشيء بديهي انه كلنا نتفق عليه. ولكن في نفس الوقت في تسريب موثوق تاني اكد ان احنا عندنا شخصية نال هو الفيلن برضو مازال لحد اللحظة الحالية. وبالنسبة للخطة القديمة فما زالت لحد دلوقتي هي موجودة في السكريبت ما اتغيرتش، مازال نال هو الفيلن الاساسي ومازال توم هولاند هياخد البدلة بتاعة السيمبيوت جوه الاحداث بتاعة الفيلم نفسه. هتيجي تسألني دلوقتي تقولي الكلام ده ممكن يبقى قديم وانت بتتكلم عليه تاني، هقولك للاسف الكلام ده هو يعتبر لسه نازل، مازال ان احنا عندنا نال وعندنا السيمبيوت مازالوا هم يعتبروا اللي واخدين الجزء الرابع. لو هتكلم على رأيي الشخصي فحاسس ان هو ده يا اما ممكن يبقى السكريبت القديم اللي هم كانوا عاملينه وبعد كده السكريبت ده هيتغير على ان دكتور دوم يبقى هو الفيلن الاساسي، ولا نال ممكن يبقى فيلن ايوه اساسي ولكن يتم التمهيد ليه مش يظهر جوه الفيلم قدامنا على انه الفيلن بتاع الفيلم نفسه. خصوصا لو تفتكر الكلام اللي سبق وقلته قبل كده من زمان انه ما ينفعش يبقى عندنا دكتور دوم هو الفيلن بتاع دومز داي وخلال السيكريت وورز برضه وفي نفس الوقت يقدموا لك نال على انه فيلن اقوى من دكتور دوم ولكن يتمهد للاتنين في نفس الوقت. الكلام ده مش منطقي وما ينفعش انه في شركة تبقى عمالة بتمهد لك الاتنين اكبر من بعض في نفس اللحظة اللي هما بيعملوا فيها افلام كبيرة. ففيلم سبايدر مان 4 احنا عارفين ايوه انه ده هيبقى فيلم كبير وتقيل وكل الناس مستنياه، ولكن التركيز الاكبر المنطقي ان هو يبقى على دكتور دوم، خصوصا انه فيلم سبايدر مان 4 هينزل ما بين دومز داي والسيكريت وورز، فلازم اكيد مليون في المية يتم التمهيد لدكتور دوم مش يتم التمهيد لنال. خصوصا برضو ان انت عرفت من فيلم فينوم ذا لاست دانس انه نال ما زال محبوس، نال لسه ما اتحررش. يعني لو كنا هنقول انه نال مثلا اتحرر في خلال الاحداث بتاعت فينوم ذا لاست دانس كان ممكن اقول لك تمام انا هتفق معاك وهتفق معاك على ان نال هيبقى برضه هيتم التمهيد ليه على انه فيلن في خلال سبايدر مان 4، ولكن هو من ناحيه موجود في الفراغ اللي هو بعيد عن المالتي فيرس والقرف والكلام ده كله اللي احنا هنشوفه قدامنا عمال بيتهد، واللي هو بيشمل الاحداث بتاع دومز داي والسيكريت وورز، وبجانب كده هو في الفراغ ومحبوس كمان. يعني هو حرفيا المفروض ملوش اي تدخل باي حاجه هتبقى عماله بتحصل. بس الله اعلم برضه احنا ما نعرفش ايه اللي ممكن شركه مارفل وسوني يكونوا اتفقوا عليه، ممكن يبقى في طريقه يمهدوا للاتنين في نفس اللحظه الله اعلم. بس بشكل عام وعلى حسب رايي الشخصي الكلام ده ما ينفعش انه يحصل. اما بالنسبه للتسريب اللي بعد كده فده يعتبر تسريب موثوق، والتسريب ده بيقول انه من المحتمل بالفعل فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس ينزل قبل نزول فيلم سبايدر مان 4، وزي ما هو ما قال بالنص احتمال ان شركه سوني تعرفنا الميعاد بتاع نزول سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس قبل ما يعرفونا ايه هو العنوان بتاع فيلم سبايدر مان 4. وذكر كمان برضو جوه نفس التسريب ان شركه الانتاج اللي هي اسمها بليز فيلمز واللي هي انتجت فيلم جوست رايدر في سنة 2007، الشركة دي هي نفس الشركة اللي منتجة دلوقتي الفيلم سبايدر مان 4 بتاع توم هولاند. فدلوقتي مارفل بتجهز كل حاجة عشان يبدأ التصوير السنة اللي جاية، بس زي ما قلت لك طبعا في خلال الفيديوهات اللي فاتت كل حاجة تعتبر هي جاهزة ولكن السكريبت لسه ما انتهاش بنسبة 100%. وبالرغم انه السكريبت بتاع فيلم سبايدر مان 4 ما انتهاش بنسبة 100% زي ما انا لسه قايل لك من حوالي ثانية بالظبط، الا ان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن بالنسبة لك ما يكونش منطقي، بس حاول ان انت
انت تفكر فيه وتربطه برضه باللي انا قلته قبل كده في خلال الشهور اللي فاتت. طيب في البدايه كده احنا كلنا عارفين ان انا سبق واتكلمت قبل كده في القناه دي على ان السكريبت بتاع سبايدر مان 4 كان في الاصل بيتكلم على ان كينج بين هو الفيلن الاساسي بتاع الفيلم، ودير ديفل هيتحد مع سبايدر مان مع ابطال الشوارع ضد كينج بين. ولكن اللي حصل اللي قلت لكم عليه ان هو السكريبت ده هيتم تاجيله عشان يخلوا فيلم سبايدر مان 4 فيلم بيخص المالتيفيرس بدل ما كان بيخص ابطال الشوارع. لو تفتكر الكلام ده فتعالى بقى دلوقتي عشان اربطه لك بالتحديث الاخير اللي حصل. اخر تسريب يعتبر نازل بخصوص فيلم سبايدر مان 4 وبخصوص السكريبت تحديدا، ذكر على ان فيلم سبايدر مان 4 هيكون فيلم بيخص المالتيفيرس مفيش اي مشكله، وده عشان مارفل تقدر ان هي تستغل سبايدر مان 4 وتربط ما بين دومزداي والسيكريت وورز. حلو الكلام لحد كده واظن ان هو واضح لكل الناس. وبالنسبه لفيلم سبايدر مان 5 وهنا انا بتكلم على الجزء الخامس ايوه اللي هينزل من بعد الاحداث بتاعه سيكريت وورز في خلال المرحله الجديده، فمارفل قررت من دلوقتي ان هو الجزء الخامس من افلام سبايدر مان توم هولاند هيبقى بيتكلم على الكوميكس بتاعه ديفلز ريجن، واللي هي بالعربي بالنسبه لنا احنا بتتكلم على القصه بتاعه كينج بين ودير ديفل والمشاكل اللي كانت بينهم، واللي من الاخر كده ممكن نقول هي دي نفس القصه ونفس السيناريو اللي هو كان المفروض يحصل لسبايدر مان 4، واللي هو السيناريو بتاع ابطال الشوارع واللي كان هيبقى فيه اتحاد سبايدر مان ودير ديفل وبقيه الاشخاص التانيين بتوع ابطال الشوارع. هتيجي دلوقتي تقول لي يعني شركه مارفل بتمهد لفيلم سبايدر مان 5 من قبل ما ينزلوا فيلم سبايدر مان 4؟ هقول لك ايوه ده اللي واضح دلوقتي. لو هتكلم على رايي الشخصي فالكلام هنا برضو مازال منطقي، الكلام هنا بالنسبه لي مش باين عليه ان هو كذب، لان انا شخصيا سبق وقلت لك قبل كده ان احنا عندنا شركه مارفل خدت السكريبت اللي هم كتبوه بتاع الستريت ليفل هيروز وقالوا ان هم هيعملوه ايوه، ولكن مش دلوقتي. الاولويه حاليا ان هم يمهدوا لحاجه اسمها السيكريت وورز، الحدث الكبير اللي هم عايزين يعملوه صح هو ودومزداي، بحيث عن طريقه يحلوا كل المشاكل والمصايب اللي عملوها قبل كده، ويقدروا ان هم يعملوا كون جديد. الكون الجديد ده يقدروا ان هم جواه يعملوا الاحداث اللي هم عايزينها. فالكلام ده بالنسبه لي كلام منطقي، بس هل ده معناه ان احنا عندنا سبايدر مان هيظهر في خلال مسلسل دير ديفل بورن اجين ولا لا؟ هنا هقول لك انه في تسريبات موثوقه اكدت ان يا مارفل وسوني ما زالوا لحد اللحظه الحاليه عمالين بيتناقشوا مع بعض على ان ازاي ان توم هولاند ممكن يبقى موجود في خلال دير ديفل بورن اجين. كيفن فاجي عايز يظهره جوه المسلسل ولكن سوني رافضه ان هو يظهر، وده طبعا بيرجع للسبب اللي قلت لك عليه قبل كده، الا وهو ان احنا عندنا شركه سوني. لو شركه سوني عملت فيلم مع عالم الام سي يو بيخص سبايدر مان زي سبايدر مان هوم كومينج، سبايدر مان فار فروم هوم، سبايدر مان نوي هوم، شركه سوني بتاخد جزء من الفلوس بتاعه الاعمال دي ليها، حقوق الشخصيه طبعا اللي هي اشتريتها قبل كده من زمان. ولكن في حاله عالم الام سي يو لو هو هيظهر توم هولاند بالدور بتاع سبايدر مان في خلال مسلسل او في خلال افلام زي الافينجرز او غيره، فالكاميوهات او الظهور بتاع سبايدر مان ده شركه سوني مش بتاخد عليه فلوس. فالازمه اللي بتحصل دلوقتي دي كده ممكن تسميها مشكله فلوس. مارفل وكيفن فاجي عايزينه يبقى موجود جوه المسلسل، ولكن على الجانب الاخر سوني بتقول لك طالما ما فيش فلوس فانا مش عايزه ان هو يظهر. بس برضو ارجع واقول لك انه لحد اللحظه الحاليه ما فيش قرار اخير اتقال، فايوه من المحتمل ان انت تشوفه جوه المسلسل ومن المحتمل برضو لا. وده برضو بالرغم ان احنا عندنا القصه زي ما سبق واتكلمت عليها من شويه، القصه ايوه بقت دلوقتي بتخص المالتيفيرس مش الستريت ليفل هيروز. بالرغم من كده برضو مارفل ما زالت هي عايزه تظهره في خلال دير ديفل. هتسال ليه وازاي واحنا اساسا القصه بتخص المالتيفيرس؟ هقول لك الصراحه انا مش عارف الخطه اللي هم عايزين يعملوها دلوقتي، فهم اكيد عندهم رؤيه للي هم عايزين ينفذوه. اما بالنسبه لبعض التفاصيل اللي هي بتخص القصه نفسها بتاعه فيلم سبايدر مان 4 حاليا، فاللي واضح بالنسبه لنا بالنسبه للتسريبات اللي عماله بتنزل، اللي واضح قدامنا ان احنا عندنا توم هولاند هيتحد مع توبي ماجواير واندرو جارفيلد في خلال الجزء الرابع عشان يحاولوا ينقذوا المالتيفيرس، وهنا هم هيكملوا من بعد النهايه بتاعه احداث افنجرز دومزداي على طول. يعني كده ممكن تفهم ان احنا عندنا توبي ماجواير واندرو جارفيلد هيبقوا موجودين في خلال افنجرز دومزداي. وتذكر كمان برضو ان احنا عندنا دكتور دوم في خلال سبايدر مان 4 هيبقى بيحاول ان هو يكسر التعويذه بتاعه دكتور سترينج، وده اللي هيخلي ام جي ان هي تفتكر الحياه بتاعتها تاني مع بيتر باركر وتفتكر ان هو كان يعتبر سبايدر مان، وبالتالي هتحاول برضو ان هي ترجع له عشان الاتنين يستعيدوا حياتهم القديمه تاني. واعتقد ده يبقى ليه علاقه بالتسريبات برضو اللي اتكلمت عليها قبل كده السنه اللي فاتت، واللي هي كانت بتقول ان احنا عندنا التعويذه بتاعه دكتور سترينج هيتم كسرها. فبالفعل هنا ممكن يبقى فعلا دكتور دوم هو عايز انه يأذي بيتر باركر وعايز يكسر التعويذه دي عشان يقدر ان هو يهزمه. بس هتيجي تقول طب ايه اللي هيخلي دكتور دوم ان هو مركز مع توم هولاند تحديدا؟ حاجه اقول لك هنا بقى في شويه تسريبات كانت عماله بتنزل، ولكن هي تعتبر بالنسبه لك ممكن ما تكونش منطقيه في الاول، بس لما تفكر فيها كده كذا مره هتلاقيها ان فعلا
فعلا ممكن تحصل، وتحسها لو اتعملت صح فدي اللي ممكن تخلي الفيلم ان هو يعدي ويكون فعلا فيلم ناجح. طيب بالنسبه للتسريبات دي، فالتسريبات دي كانت بدايتها بتقول ان احنا عندنا شخصيه انت ماي هترجع تاني في خلال سبايدر مان 4، ومن المحتمل كمان يرجع مع انت ماي لعم بن. لو هتيجي دلوقتي تسال وتقول طب ازاي انت ماي هترجع تاني وهي ماتت في عالم الام سي يو، هقول لك الفكره هنا على حسب التسريبات اللي كانت بتنزل ان احنا عندنا دكتور دوم هيعمل اتفاقيه مع توم هولاند سبايدر مان، وهيشرح له الخطه بتاعته على انه عايز يعمل كون جديد، والكون الجديد ده هيجيب فيه شخصيات من المالتيفيرس، وهيجيب فيه شخصيات هي ماتت قبل كده بالنسبه لنا في عالم 616. وبالنسبه لتوم هولاند فهو هيوافق على العرض بتاع دكتور دوم، ومن هنا لما يتفق مع دكتور دوم في المخطط بتاعه هنشوف ان احنا عندنا الكون الجديد بيتم تكوينه في خلال نهايه دومز داي، وهنعيش اكتر في الكون الجديد ده في خلال سبايدر مان 4، وهنشوف ان هو بالرغم انه الكون الجديد اتعمل ولكن كمان في شخصيات ماتت هي رجعت قدامنا تاني، واللي من ضمنها زي ما قلت لك انت ماي. ولكن اللي هيحصل ان جوه الفيلم نفسه بيتر هيدريك ان دي تعتبر مش انت ماي اللي هو كان حاسس ان هي انت ماي في العالم بتاعه، يعني هيحس ناحيتها كده باحاسيس غريبه، او هيحس ان هي مش تعتبر شخصيه مشابهه للي ماتت عنده، وهيعرف انه في مشكله في العالم الجديد اللي دكتور دوم هو عمله، ومن هنا هيبدا ان هو يواجه دكتور دوم، ولكن في الاخر دكتور دوم هيموته، ولما يموت هنشوف ان النقطه بتاعت السيمبيوت هتروح ترتبط بسبايدر مان، ومن هنا هيرجع عشان يموت دكتور دوم في خلال سيكريت وورز. فبالنسبه للتسريبات دي لما تيجي عشان تربطها مع بعض بالطريقه اللي انا لسه قايلها لك، تحس ان هي ممكن بالفعل ان هي تحصل وممكن تكون منطقيه، خصوصا زي ما احنا كلنا عمالين بنسمع الفتره الاخيره ان احنا عندنا دكتور دوم هيكون بيحاول يموت سبايدر مان وهيموته بالفعل، وده السبب الاساسي اللي هيخلي سبايدر مان ان هو يموت ويرجع بالبدله بتاعت السيمبيوت، وبعد كده لما هو يموت ويرجع للحياه تاني نل بعد كده في خلال الاجزاء اللي جايه يعرف انه بقى فيه كودكس جديد غير الكودكس القديم اللي هو كان بتاع فينوم وبتاع ايدي بروك، فبالتالي نل هيبقى ليه سبب ان هو يرجع عشان يموت سبايدر مان توم هولاند. فمن هنا هتبقى قصه تانية لجزء تاني من افلام سبايدر مان يعملوه بعدين. من ناحيه كمان انت عندك برضو احنا كنا بنسمع انه هيبقى في علاقه قويه ما بين دكتور دوم وما بين سبايدر مان توم هولاند، والعلاقه دي جوه الاحداث بتاعه دومز داي وسبايدر مان 4 وكذلك افنجر سيكريت وورز هتكون اقوى واهم بمراحل من العلاقه بتاعه ريد ريتشارد وشخصيه دكتور دوم. طب يا ترى ليه هما هيخلوا العلاقه ما بين ريد ريتشارد ودكتور دوم مش مهمه ولكن سبايدر مان اهم؟ بالنسبه لي اللي انا اقتنعت بيه هو نفس الكلام اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، وحسيته ده ممكن يكون هو الاجابه على السؤال، ومش شرط زي ما بقول كل مره انه ده يحصل بنسبه 100%، ولكن ده ممكن يحصل شيء مشابه ليه او شيء احسن منه كمان. بس بالنسبه للي انا لسه قايله لك دلوقتي لا ده جمدان الصراحه، بس حاسس الاحسن من كده ان احنا ممكن نلاقي الابطال بتوع الشوارع او نلاقي انه في شخصيات هي اللي هتيجي عشان تواجه توم هولاند وهيعرفوه ان هو الكون ده يعتبر مش كون حقيقي. ده اللي انا شايفه ممكن يخلي السكريبت احسن، لان يعني معلش في الكلام اللي هقوله بس تعالى كده فكر في السكريبت بطريقه تانية مختلفه اللي انا لسه قايله دلوقتي، ان انت عندك توم هولاند بقى دلوقتي موجود في خلال كون جديد الناس عارفاه فيه على انه بيتر باركر، مش بيتر باركر اللي هو سبايدر مان، فهويته ما زالت ان هي محفوظه وما زال معروف بالنسبه للناس اللي يعرفها على انه بيتر باركر. بالنسبه للفتره بتاعت الجامعه زي ما اتكلمنا قبل كده في التسريبات القديمه فهيكون بيعيشها جوه الفيلم عادي من غير اي مشاكل. بالنسبه لام جي فمن المحتمل يرجع ليها تاني او ممكن يعرفها من اول وجديد، او ممكن هو ما يعرفش ام جي ولكن يعرف واحده تانية واللي هي ممكن تكون جوين ستيسي او اي شخصيه تانية مختلفه، فبرضه من الناحيه العاطفيه هيبقى برضه الدنيا بالنسبه له زي الفل نوعا ما. وعرفنا زي ما لسه قايل لك دلوقتي ان احنا هيبقى عندنا انت ماي هترجع تاني جوه الفيلم، ومن المحتمل كمان يبقى اول ظهور لعمه بن يبقى موجود قدامنا في خلال الجزء الرابع، فكمان اهله كمان هيبقوا موجودين حواليه. فلما تيجي تفكر في كل الكلام اللي انا لسه قايله لك دلوقتي وتيجي تقول طب ايه اللي هيخليه ان هو ينقلب على دكتور دوم، مش هتلاقي انه في سبب منطقي، لانه بكل بساطه وبكل اختصاره من غير اي تعقيدات سبايدر مان توم هولاند او بيتر باركر بتاع توم هولاند هيبقى عايش احسن حياه، فليه هينقلب على دكتور دوم اللي هو ساعده ان هو يعيش الحياه دي؟ فلازم يبقى في سبب او اسباب خارجيه يخلوه ان هو يتغير عليه. ممكن نلاقي انه توبي ماجواير واندرو جارفيلد هما يبداوا يتخانقوا معاه بسبب المشاكل اللي حصلت دي، وان هو دلوقتي بقى متحالف مع دكتور دوم. ممكن هما يشرحوا له ايه الكوارث اللي بتحصل وهو مش مدرك عنها اي شيء، والى اخره من ضمن الاسباب التانية اللي ممكن تحصل واللي هي تحصل في خلال دومز داي ونشوف التوابع بتاعتها في خلال سبايدر مان 4، وتكون هي دي السبب الاساسي اللي تخليه ان هو ينقلب على دكتور دوم. وخلي بالك ان هو كلامي هنا على توبي ماجواير واندرو جارفيلد مش عليهم هما بالنص، انا اديتك مثال على توبي ماجواير واندرو جارفيلد لان احنا عارفين ان هما هيبقوا موجودين في خلال سبايدر مان 4، بس زي ما قلت لك لو توم هولاند هيبقى عايش حياه
حياة سليمة وحياة كويسة. طب ايه لازمتهم جوه الجزء الرابع؟ فقلت لك هنا مارفل ممكن تستخدمهم الاستخدام البسيط ده على انهم يخلوه يرجع للحياة تاني، زي ما مونيكا رامبو كانت بتحاول تعرف واندا ان هي تعتبر عاملة هيكس وان هي بتلعب في دماغ الناس، ولكن ده مش الواقع الحقيقي اللي الناس بتعيشه. فهم هنا شغلتهم ممكن هما يفوقوه، بس مش شرط ان هما الاتنين دول تحديدا تكون هي وظيفتهم ان هما يفوقوه. ممكن اللي يفوقوا من الغيبوبة دي يبقى يا اما دير ديفل وبقية الشخصيات التانية بتوع الستريت ليفل هيروز، ممكن الفريق بتاع اليانج افنجرز واللي منهم كمالا خان، ممكن نلاقي الفريق بتاع الفانتاستيك فور نفسه، واللي من المحتمل انه سبايدر مان يعمل كاميو في خلال الفيلم بتاعهم. وفي شخصيات تانية كتير ممكن هي دي اللي تساعد سبايدر مان على انه يفوق من الوهم اللي دكتور دوم يعتبر هو عايشه فيه، ويفهمه انه ده يعتبر مش كون جديد، ولكن ده كان يعتبر مقلب من دكتور دوم. وعلى ذكر فريق الفانتاستيك فور، فهنا من 4 سنين في نفس القناة دي سبق وقلت لك نفس الكلمتين دول، لان كيفن فاجي عايز يبقى فيه علاقة صداقة قوية ما بين جوني ستورم او هيومن تورش وبين سبايدر مان توم هولاند، وده بحيث ان هما يعملوا نفس برضو الاحداث اللي كانت بين الاتنين دول جوه الكوميكس. والكلام ده ما زال برضو صح لحد اللحظة الحالية اللي بتكلم فيها. ولكن لو هنركن التسريبات دي على جنب وهنتكلم على يمكن تلميحات من كيفن فاجي نفسه على ان حاجة زي كده ممكن تحصل، فعايز اقول لك انه ايوه احنا كان عندنا صورة قديمة لكيفن فاجي من مؤتمر دي 23، وجوه الصورة دي هو كان لابس كاب، والكاب ده كان موجود عليه الشكل بتاع سبايدر مان على اليمين، وعلى الشمال البدلة بتاعة سبايدر مان اللي باسم انتي فينوم، واللي هي طبعا معروفة ان هي جاية من الفيوتشر فاونديشن او المؤسسة بتاعة الفانتاستيك فور. فده اذا كان بيلمح على حاجة فممكن يلمح على حاجة من الاتنين، يا اما الطريقة دي لما هو كان لابسها بس عشان يروج لمسلسل يور فريندلي نيبرهود سبايدر مان، او ممكن الطريقة دي كان لابسها عشان يلمح على ان توم هولاند هيظهر بالفعل في خلال فيلم الفانتاستيك فور. وهنا مش بقولك ان هو يظهر على انه بطل ولا اي حاجة، ولكن يظهر يعمل كاميو سريع، وبالتالي يبقى في علاقة كويسة ما بينه وما بين الفريق ده، والعلاقة دي تبقى اوسع واكبر بالنسبة لنا في خلال الاعمال اللي بعد كده، سواء دومز داي او سيكريت وورز او فيلم الفانتاستيك فور الجزء الثاني او فيلم سبايدر مان فور نفسه. وبالنسبة لاخر التحديثات والتسريبات اللي هي كانت عمالة بتنزل، واللي برضو لقيت في ناس كتير جدا منكم كانت عمالة ان هي تبعتها لي، كان تسريب بيخص انضمام الممثلة مادلين كلايل للعالم بتاع الام سي يو بالدور بتاع جوين ستيسي. بالنسبة للناس اللي هي كانت بعتلي التسريب ده وبتقول لي اتكلم عليه، فعايز اعرفكم ان هو الموضوع ده يعتبر هو فعلا حصل، والممثلة دي ايوه شركة مارفل في تسريبات اكدت ان هي بالفعل هتضم الممثلة دي عندها في عالم الام سي يو. فالتسريب ايوه بيتكلم صح على ان الممثلة دي هتنضم لعالم الام سي يو، او ممكن تكون مضت بالفعل العقد بتاعها وبالفعل انضمت للعالم بتاع الام سي يو، على حسب ايه اللي حصل بالظبط بعد نزول الفيديو ده اللي انت بتتفرج عليه. ولكن نقطة ان هي هتلعب الدور بتاع جوين ستيسي في خلال فيلم سبايدر مان 4 او في العالم بتاع الام سي يو بشكل عام، فالنقطة دي هي دي اللي مش صح حاليا. وفي مسربين هم اللي اتكلموا على الموضوع ده وقالوا ان هي الممثلة ايوه مارفل عايزة تضمها عندها في العالم بتاع الام سي يو، ولكن مش عايزين يضموها عشان تلعب دور معين الفترة الحالية، فهم عايزين يضموها عشان هي تمثيلها كويس لا اكتر ولا اقل. هتيجي تقول لي طب الشخصية دي ممكن تلعب ايه في خلال العالم بتاع الام سي يو، او لو هي بالفعل هيبقى ليها علاقة في فيلم سبايدر مان 4، خصوصا لو تفتكروا كان في عندنا تسريبات قديمة كانت بتقول انه في شخصية مؤنثة او شخصية نسائية هتبقى بتلعب دور قيادة برضو في خلال سبايدر مان 4. فهقول لك هنا في حالة ان الممثلة دي هتنضم للفيلم، فمن الممكن ايوه ان هي تلعب الدور بتاع جوين ستيسي او سبايدر جوين، خصوصا ان احنا عندنا بيتر باركر دلوقتي بقت ام جي هي مش عارفة هو مين، فاكيد مليون في المية هيحاول يعرف حد تاني غير ام جي، ويا اما بالفعل يعرف يتعرف على ناس غيرها، يا اما هيضطر انه يرجع لام جي تاني. وطالما ام جي موجودة جوه الفيلم فاكيد مليون في المية هيرجع لها تاني. فهنا الاحتمال الاول ان هي ايوه ممكن تكون جوين ستيسي الجديدة بالنسبة لعالم الام سي يو. اما بالنسبة للشخصية التانية اللي هي ممكن تلعبها واللي هي الشخصية بتاعت كارلي كوبر، ودي في الكوميكس القديمة بتاعت سبايدر مان كانت تعتبر محققة جنائية في الشرطة بتاعت نيويورك، وكانت تعتبر واحدة من ضمن البنات اللي بيتر باركر كان بيحبهم واللي هم ام جي وجوين ستيسي. ولكن الشخصية دي ما خدتش حقها كفاية، او زي ما تقول كده ما اتشهرتش بالنسبة لنا بنفس الشهرة بتاعت جوين ستيسي او ام جي، لان ام جي طبعا اتقدمت في خلال الافلام بتاعت توبي ماجواير وفي خلال برضو العالم بتاع الام سي يو، وجوين ستيسي في خلال الفيلم بتاع اندرو جارفيلد الجزء الاول او الجزء الثاني. اما كارلي كوبر فهي لحد دلوقتي لسه ما تقدمتش لايف اكشن. وبالنسبة للشخصية دي فانا ذكرتها لك هنا عشان عليها اشاعات الفترة الاخيرة، وبجانب كده هي لسه لحد دلوقتي زي ما قلت لك ما تقدمتش، ودي تعتبر نقطة بالنسبة لنا مهمة جدا، لان كيفن فاجي هو بيعمل كده في خلال الافلام بتاعته، وعشان كده قال لك ان احنا في خلال سبايدر مان هوم كومينج ما حبيناش ان احنا نعرفك ازاي سبايدر مان خد القوة بتاعته وكل التفاصيل دي كلها. قال لك التكرار انا ما
بحبوش. وطالما هو عايز يعمل شيء جديد الناس لاول مره تشوفه عنده في العالم بتاع الام سي يو، فالشخصيه دي بتاعت كارلي كوبر هتبقى شخصيه كويسه جدا لو قدمها بالفعل على انها تحل محل ام جي او تحل محل جوين ستيسي. ومش قصدي هنا ان هو ما يقدمهمش، ولكن قصدي ان هو يقدمهم بس مش دلوقتي، ولكن يحاول يجرب حاجه جديده. وبالنسبه للشخصيه دي فهي برضو جوه الكوميكس كانت عارفه ان هو يعتبر بيتر باركر هو سبايدر مان، وده لان هو اعترف لها. وفي نفس الوقت برضو هي كانت بتحاول تحل معاه شويه مشاكل هو كان بيقع فيها، وكانت هي الشخصيه الوحيده اللي متفهماه وكانت بتكلمه بطريقه عقلانيه وطريقه علميه، وعشان كده العلاقه بينهم جوه الكوميكس كانت علاقه كويسه جدا. اما بالنسبه للشخصيه الثالثه اللي هي ممكن تلعبها في عالم الام سي يو هي شخصيه بلاك كات، وده لان برضو لو انتوا تفتكروا معايا من سنه او سنتين تقريبا كنت عمال بقول لكم كتير جدا على ان فيلم سبايدر مان 4 هتتقدم جواه شخصيه بلاك كات، وده ايام السكريبت القديم اللي كينج بين كان هو الفيلن الاساسي فيه. ولكن برضو ده ما يمنعش على ان بالرغم ان شركه مارفل هتخلي الفيلم او الجزء الرابع بتاع سبايدر مان يكون جزء بيخص المالتيفيرس، ده برضو ما يمنعش ان هم ممكن بالفعل يقدموا شخصيه بلاك كات جوه الفيلم. بس بالنسبه لي طالما هم اتكلموا على الموضوع ده من زمان فبنسبه كبيره ممكن يخلوها بالفعل هي بلاك كات، او الشخصيه كده كده هتتقدم ولكن بطوله اي ممثله تانية. وعندنا برضو في تحديث جديد وده جاي من ايمي باسكال نفسها لما هي اتسالت عن القصه بتاعت فيلم سبايدر مان 4 بتاع توم هولاند هتبقى بتتكلم على ايه بالظبط. وبالنسبه للي هي قالته في التصريح فكان كالتالي ان احنا عندنا في خلال فيلم سبايدر مان 4 الفيلم هيركز اكتر على الجانب بتاع سبايدر مان، وده اللي هيظهر قدامنا في خلال الفيلم اكتر بكتير جدا من الجانب بتاع بيتر باركر، وعلى حسب الوصف بتاعها. وده لان بيتر باركر تعتبر الحياه بتاعته دلوقتي بقت صعبه، يعني ممكن تقول كده انه الفيلم بتاع سبايدر مان 4 هيبقى مشابه للفيلم بتاع ذا باتمان، لما في خلال الفيلم ده كنا بنتفرج على الشخصيه بتاعت باتمان في خلال الفيلم اكتر بكتير جدا من الشخصيه بتاعت بروس وين. فنفس الفكره دي بالظبط هتبقى موجوده في خلال فيلم سبايدر مان 4، وبالتالي ممكن تتوقع من دلوقتي ان احنا هيبقى عندنا مشاهد اكشن كتير جدا، وحاجه زي كده الصراحه عن نفسي انا شخصيا عجباني.